الدورة العادية لشهر مارس تمر في أجواء ممتازة جدا يطبعها الاحترام والتقدير المتبادل كما عهدناه في السادة الأعضاء. فيها مجموعة من النقاط تهم بعد اتفاقيات مرتبطة بتدبير البنية التحتية ما بين الجماعات الترابية في الجهة اللي هي جهة العيون الساقة الحمراء والمجلس الإقليمي مدينة العيون وجماعة العيون وجماعة المرس. والشق الثاني هو برنامج متكامل سوف يرى النور قريبا. هذه أول بوادره وهو التعاقد مع مجموعة من الجامعات على المستوى الوطني، على مستوى التراب الوطني بشكل كبير، لأنه مجموعة من الجامعات عندها خبرات، كل جامعة عندها اختصاص تتميز به على مستوى الوطن. هذا البرنامج التكويني المتكامل الحاضر فيه والاهتمام به هو أطر الجماعات الترابية، خصوص أطر الجهة هم الأولي، وأطر الجماعات الترابية الثانية منفتحين عليها كامل مكونات الجماعات الترابية المكونة للجهة والمنتخبين الجماعيين. وهذا العرض التكويني ديال الجامعات وهو ارتأينا على اساس اننا نتعاقدوا مع مجموعه من الجامعات ونجيبوا التكوينات هون على مستوى الجهه. هذا لا يعطي اكله في اعداد سلس لبرنامج التنميه الجهويه اللي كنا غادي نعرضوه اليوم، وارتأينا على اساس اننا نعطوه هامش من الوقت اكثر ونكبوا عليها اكثر ونعطوها ونوسعوا دائره الاعداد وتنقيح مشاريع متكامله، لانه النموذج التنموي اعداد برنامج التنميه الجهويه المده الانتدابيه السابقه هو انخرطنا في البرنامج التنموي الجديد اللي اعطى انطلاقته جلاله الملك، وكانت مساهمه الجهه استثنائيه وكبيره وخاصه لانها كانت شكلت الاستثناء. اليوم لابد ان ننتموا في ذاك المستوى، وذاك المستوى لابد له تعبي له طاقات بشريه محليه لإنتاج ومتابعة ومواكبة وتدبير ومحافظة على المشاريع التنموية اللي تعود بالنفع للسكان.